لو موبايلك سامسونج في 3 اعدادات في الكاميرا لازم تعملهم، هيفرقوا معاك كتير. تعال اعرفك عليهم. يلا نبدأ. أول ميزة واللي هتسمح لك إنك تصور فيديوهات بالكاميرا وأنت مشغل صوت خارجي. يعني في الطبيعي لو شغلت حاجة زي كده وفي الآخر دخلت على الكاميرا جبت الفيديو وبدأت تسجيل، هتلاقي الصوت الخارجي اللي أنت كنت مشغله وقف. أهو حل الموضوع ده إنك هتدوس هنا وتروح للإعدادات اللي هي إعدادات الكاميرا، وهتدور على حاجة هنا اسمها خيارات الفيديو المتقدمة. هتدوس عليها وتنزل تحت خالص. زي ما أنت شايف هتلاقي ميزة اسمها تشغيل الصوت، هتفعلها بالشكل ده وبس خلاص. في الحالة دي لو شغلت أي صوت زي كده ودخلت من تاني على الكاميرا وصورت فيديو، هتلاقي الفيديو شغال والصوت شغال زي ما انت سامع. ودي هتفيدك لو عايز تصور فيديو في اي وقت وفي نفس الوقت تضيف عليه الصوت اللي انت عايزه بشكل مباشر. الحاجه الثانيه انك لما تيجي تشغل الكاميرا الاماميه وتاخد بيها اي صوره زي كده مثلا، بمجرد ما تجيب الصوره بتلاقيها اتعكست الناحيه الثانيه. اهو علشان تحل موضوع الانعكاس ده هترجع وبرضه هتروح لاعدادات الكاميرا، هتلاقي حاجه اسمها حفظ الصوره الذاتيه كمثال معينه، هتعمل لها تفعيل. وبالشكل ده اي صوره تاخدها زي كده بمجرد ما تجيبها هتلاقي الصوره زي ما انت تصورتها بالظبط بدون اي انعكاس. الميزه الثالثه بدل ما تنط في الكاميرا كل شويه او تاخد لقطه الزاويه بتاعتها مش مظبوطه او الاضاءه مش مظبوطه، فكل اللي عليك برضو هتدوس هنا وتخش على الاعدادات، هتلاقي حاجه اسمها اقتراحات اللقطه، هتعمل لها تفعيل. واول ما ترجع هتلاقي في حاجه جديده اتضافت في النص اهي اللي هي عليها علامه بلس، والعلامه دي بتساعدك انك اول ما تيجي تاخد صوره زي كده بتحط علامه البلس في نص الدايره علشان زوايا الصوره تطلع مظبوطه. وفي نفس الوقت الكاميرات نفسها لو جاء عليها اتربه بتديك تحذير هنا بتقول لك انه العدسات محتاجه تتنظف، والميزه دي هتفيدك برضو في التصوير. وعامة في البعض منهم اتضاف في التحديث الجديد، وفي برضو البعض منهم موجود في موبايلات تانية، فلو ما كانوش الثلاثة ظاهرين عندك او موبايلك مختلف عن سامسونج اكتب اسمه في تعليق وصلي على النبي.